يونس محمود. الاسم اللي أول ما بيتذكر بيفكرنا بأسطورة كروية مش بس في العراق لكن في الوطن العربي كله. لاعب حمل حلم شعب كامل وكان دايما رمز للأمل والتحدي، وكتب قصة نجاح بدأت من ولا حاجة وانتهت بمجد كبير. تعالوا نرجع ورا شوية ونشوف حكاية الراجل ده من أولها. يوم 3 فبراير سنة 1983 وفي مستشفى كركوك اتولد طفل عراقي جديد. أبوه كان ضابط اسمه محمود خلف وسماه يونس على اسم النبي يونس عليه السلام. من وقتها بقى عندنا اسم هيعيش في تاريخ كرة القدم. يونس وهو طفل ما كانش مهووس بالكورة، كان بيحب يلعب كرة سلة، بس مع الوقت وبسبب ان الكورة بتفتح ابواب رزق اكتر بدأ يتحول تدريجيا ناحية كرة القدم. وسنة 1996 انضم لنادي كهرباء الدبس اللي كان بيلعب في الدوري الدرجة الرابعة، ومن اول لحظة بان عليه انه مهاجم مختلف عنده موهبة كبيرة جدا، ومن هنا بدأت عيونه تبص على مستوى اعلى. سنة 1999 انتقل لنادي كركوك اللي كان بيلعب في دوري الدرجة الثانية. اول موسم كان هادي، سجل 5 أهداف، بس الموسم اللي بعده 2000-2001 قلب الدنيا وسجل 19 هدف وساعد فريقه انه ياخد الدوري. وقتها الأندية الكبيرة بدأت تاخد بالها منه، خصوصا الشرطة والطلبة، وكانوا عاوزين يضموه. نادي الشرطة حب يجربه الأول ويعمل له اختبار علشان يتأكدوا من مستواه، لكن الصدمة كانت في الرفض، واللي رفضه مش أي حد، ده كان الكابتن أحمد راضي، واحد من أعظم لاعبي العراق الله يرحمه. تخيل إن أول هدف للعراق في كأس العالم كان بإيده، وهو نفسه اللي قال لأ ليونس محمود. يونس ما اتكسرش، بالعكس راح نادي الطلبة وبدأ معاهم موسم 2001-2002. من أول مباراة قدم مستوى ممتاز، والموسم ده كان مليان إنجازات، الدوري وكاس العراق و23 هدف في كل البطولات. وفي 19 يوليو 2002 لبس تيشيرت المنتخب العراقي لأول مرة في مباراة ضد سوريا، وبعدها سجل أول هدف رسمي مع المنتخب في نهائي اتحاد غرب آسيا قدام الأردن في الدقيقة الأخيرة، وخلى العراق يكسب البطولة. بعدها دخل موسم 2002-2003 بقوة وكسب السوبر والكاس وسجل 13 هدف، بس للأسف الدوري اتوقف بسبب حرب الخليج. في الوقت ده يونس سافر على الإمارات وانضم لنادي الوحدة، بس هناك اتصدم بعنصرية مدرب الفريق رينوس اللي رفض يشاركه في أي ماتش بس عشان جنسيته. يونس بنفسه قال جيت ووقعوا معايا، ولما جه المدرب قال لا أريد هذا اللاعب، طلعوني وقعدوني. من أول لحظة قال ده عراقي وما كانوش طايقني. بعد التجربة الصعبة دي رجع للمنتخب علشان يشارك في كأس آسيا 2004 وسجل هدف قدام السعودية، لكن العراق خرج من ربع النهائي على إيد الصين. بعد كده راح قطر وانضم لنادي الخور، وهناك بدأ يونس يبدع فعلا. في ماتش واحد ضد الشمال سجل 6 أهداف، أول هدف بعد 30 ثانية، وسجل 3 أهداف في كل شوط قدام 2 حراس مختلفين، وده رقم مفيش حد قدر يعمله بعده. سنة 2005 شارك في بطولة غرب آسيا مع العراق وكان الهداف، وسجل في النهائي ضد سوريا وكسبوا الميدالية الذهبية. في الموسم اللي بعده يونس بقى قائد المنتخب العراقي رسميا وسجل 22 هدف مع الخور، رغم ان الفريق انهى الدوري في المركز السابع. وفي 2006-2007 راح نادي الغرافة، ودي كانت نقلة كبيرة رغم انه ما كسبش بطولات في اول موسم، لكنه سجل 19 هدف وخد الحذاء الذهبي لأول مرة. بس اللي غير كل حاجة فعلا كانت كاس آسيا 2007. في البطولة دي يونس عمل اللي ما يتعملش، سجل أهداف عالمية، وكان واحد من أسباب إن العراق يوصل للنهائي رغم الحرب اللي كانت في البلد ورغم قلة الإمكانيات. وفي النهائي قدام السعودية سجل هدف الفوز بالراس وخلى العراق ياخد بطولة آسيا لأول مرة في تاريخه. مش بس كده، خد جايزة هداف البطولة وترشح لجايزة أفضل لاعب في آسيا، وكمان الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، وفعلا صنف رقم 29 على مستوى العالم، سابق لعيبة كبار زي اوتو وبيكهام وتشيفتشينكو. بس الجايزة راحت لياسر القحطاني، وده سبب أزمة بينه وبين الإعلام السعودي لأنه كان شايف إنه الأحق. في الموسم اللي بعده يونس كسب الدوري القطري وكاس الشيخ جاسم مع الغرافة وسجل 22 هدف، وراح إعارة للنادي العربي نص موسم ورجع تاني للغرافة وكسب الدوري وكاس الأمير، لكنه ما لعبش كتير وسجل بس 4 أهداف. الموسم اللي بعده رجع لمستواه، كسب الدوري الثالث على التوالي وسجل 21 هدف وخد الحذاء الذهبي تاني مرة، وكمان كسب كاس قطر وسجل هدفين في النهائي. إجمالا سجل 30 هدف في موسم واحد.
في 2010-2011 الغرافة طلع تاني الدوري، ويونس خد الحذاء الذهبي للمرة الثالثة ب 16 هدف، وكمان كسب كاس قطر الموسم ده. بعدها شارك في كاس آسيا للمرة الثالثة وسجل هدف في مرمى إيران، لكن خرجوا من ربع النهائي قدام استراليا. بعد كده لعب سنة ونص مع الوكرة وكسب معاهم كاس نجوم قطر وسجل 17 هدف، ولعب نص موسم مع السد وكسب الدوري للمرة الرابعة في مسيرته. وفي 2013-2014 راح الأهلي السعودي ولعب 6 مباريات وسجل 3 أهداف. بعدها قعد نص الموسم من غير نادي، رجع للعراق ولعب مع RBL وشارك مع المنتخب في كاس آسيا 2015 وسجل أهداف في إيران وفلسطين، وبقى أول لاعب في التاريخ يسجل في 4 نسخ متتالية من البطولة. سنة 2015-2016 رجع نادي الطلبة وساعدهم يوصلوا للمركز الثالث وقاد الفريق بخبرته. وفي 23 أغسطس 2016 أعلن يونس محمود اعتزاله رسميا، بس اللي بيميزه بجد مش بس أرقامه وأهداف لكن روحه وشخصيته. لما كسب جائزة الحذاء الذهبي سنة 2007 وخد $100,000 تبرع بالمبلغ لبناء مسجد في كركوك. يونس محمود ما كانش مجرد لاعب، ده كان رمز، بطل وأسطورة حقيقية.